السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الأعزاء، ألف مرحبا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم عصير موخيتو اللي معروف تيجي رائع ومنعش بدون خلاط كهربائي مثل موخيتو ديال المطاعم. بسم الله على بركة الله. هنا غادي ناخذ 3 ديال الحامضات باللون الاخضر، وغادي نستعمل هنايا واحد الباقه صغيره ديال النعناع وثلج اللي هو تيكون مهرس او مكعبات، ماء غازي. بالنسبه لهذا النعناع راني غسلته من قبل، هانتوما الا بان لكم الماء غادي نديرو في واحد الشبيكه يقطر، ومن بعد نحيد ليه دوك الوريقات فقط. اما العروشه ما غاديش نستعملهم، غير الوريقات صافي اللي غادي نستعمله. تنحيد دوك الوريقات كاملين، طريقه اللي هي سهله. تنوضعهم في هذا الاناء هذا، ومن بعد تنضيف لهم هذا الحامض هذا. ما تنضيفش الحامضات بثلاثه، تنضيف غير 2 ديال الحامضات لان الثالثه غادي نزين بها. وغادي نستعمل مشروب غازي ابيض، غادي نستعمل نصف لتر، وهاد الكميه غتعطيني 6 ديال الكؤوس كبار. تنقوم بتقطيع هذا الحامض هذا على شكل دوائر كما تتشوفوا امامكم، وتنحاول نزول دوك العظيمات اللي كاينين لداخل، وداك النواه الابيض ممكن ما تحيدوش، ماشي مشكل، ما تيعطيش المروره لانه ما تيتطحنش. الحاجه فاش تنطحنوها في مولينكس هي اللي تعطي المروره. وبالنسبه لهاد الطريقه راه اللي ما بغاش يستعمل هاد الطريقه اللي درت انا ممكن تخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي، ولكن انا استعملت هاد الطريقه، هي الطريقه الصحيحه ديال المخيط المعروف. صافي تتاخذوا داك الحامض وتتحيدوا له دوك العظيمات وتتوضعوه فوق داك النعناع، دوك الوريقات ديال النعناع. طريقه سهله جدا، ما كاينش اللي ما تيعرفهاش. المهم هذه هي الطريقه الصراحه، جربتها وليت مدمنه عليها، ولا تيعجبني بزاف، وتا الوليدات حمقهم. تنوضعوا السكر. بالنسبه لكميه السكر نتوما اللي تتحكموا فيها، كميه اللي نتوما تتبغيو. انا وضعت هنايا واحد الكاس كبير ديال السكر، تقريبا راه 8 ديال الملاعق او 6، تقريبا 6، قولوا 6. هذا الكاس يقدر يهز 6 ديال المعالق. المهم السكر نتوما تتحكموا فيه صافي، وتتقوموا بالدق ديال هذا النعناع هذا مع الحامض والسكر. وبالنسبه للناس اللي ما تيشربوش السكر ممكن ما تستعملوش السكر، ايوا غادي يجيكم حامض شويه. المهم نتوما على حسب الذوق، السكر نتوما اللي تتحكموا فيه، ممكن تستعملوا السكر الابيض او السكر البني على حسب المتوفر عندكم في البيت. المهم تنحاول نشرح لكم كل شيء، نتمنى يكون الشرح ديالي واضح جدا. صافي تنقوموا بالدق ديال هاد المقادير هذه اللي ذكرت لكم، وانتم تدقوا تتحصلوا على واحد السائل تيكون خاتر. ديك السكر تيذوب وتيتعسل، ها نتوما كما تتشوفوا امامكم. صافي الطريقه هذه هي الطريقه اللي تندير، وتنوضعوا في الكؤوس. تنحاول نوزعوا على دوك الكؤوس بستة، ممكن ديروا نصف الكميه، وممكن ديروا الدوبل ديال الكميه اللي بغيتو نتوما، الضعف او النصف اللي بغيتو. صافي تتهزوا واحد المرصو ديال داك الحامض مع شويه ديال النعناع وداك السكر، وانتم تتوزعوه على الكؤوس طريقه اللي هي متساويه. وداك الشيء اللي شاط لكم تتحاولوا توزعوه على الكيسان كاملين. المهم كاينين الناس اللي غادي يقولوا راه غادي يجي حلو ولا شي حاجه، لا راه ما تيجيش حلو، راه تيجي هو هذاك، هاد الكميه اللي درت تيجي في المذاق هو هذاك نيشان، تيجيش حلو بزاف وما تيجيش مسوس، تيجي هو هذاك. صافي وتنحاول نوضع المشروب الغازي الابيض، عاد تنوضع الثلج او تندير العكس اللي بغيتو. اللي سبقته هو هذاك، 2 طرق صحيحين. انا هنايا سبقت المشروب الغازي، وهنايا غادي نسبق الثلج اللي نتوما حبيتو. بحال داك الثلج غير تيبرد لكم داك العصير، وفي نفس الوقت تيعطي واحد المنيضير اللي هو زوين، وانتم تتشربوا وتنتعشوا. الطريقه اللي هي سهله جدا. هنا تنحاول نزيد شويه ديال الثلج في الكؤوس الاولى صافي، وتنوضع فوق منهم المشروب الغازي الابيض. بالنسبه للكميه انا راه استعملت تقريبا نصف لتر فقط، مع الثلج ومع داك النعناع والحامض راه تتكبوا، ما تياخذ لكمش بزاف ديال
ما تتكبوش بزاف ديال المشروب الغازي. نتوما شفتوا صافي. وتنوضع هنايا دوك الطريفات ديال الحامض، ديال ديك الحامضه اللي خليت. صافي تتقسموا داك الطريفات وتتحطوهم في الكؤوس مع داك العريش ديال النعناع اللي قلت لكم احتفظوا به. صافي وتتحصلوا على هذا العصير هذا اللي تيجي رائع ومنعش. وممكن تستعملوا لاباي بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش دوك الطريفات ديال النعناع. وبصحتكم وراحتكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.